مانيش عايز اقول دي. الوضع المؤسف في لبنان ده بيقدم الصورة المحتومة للتمزق العربي وتشاحن الزعامات وتناحرهم على حساب القضية كلها. ما هو ايه؟ قالوا ان كامب ديفيد هي الشماعة اللي بيعلقوا عليها اخطاء. كان مثلا سمعتوا ان في الكويت حصل انه حصل انفجارات في مكنة النور بتاعتهم، قعدت نصها متعطل ونص الكويت مظلم اسبوع على ما صلحوها. ومرة نسفوا جورنال حتى اللي مثلا يرتكب اي حاجة بقت حاجة عندهم كده، يقول لك ايه كامب ديفيد. اللي نسف الجورنال كامب ديفيد، اللي محطة الكهرباء كامب ديفيد، واحد بيكلم واحد في الشارع مش كامب ديفيد، كله كده. طيب كامب ديفيد هي السبب. طيب فين انتوا بقى من اللي بيجرى في لبنان؟ ما نبهناكم وقلنا لكم هي كامب ديفيد دعت الى هذا. ده احنا في كامب ديفيد بندعي كل اطراف النزاع انه يمدوا ايديهم لنا عشان نحرر الارض ونقر حقوق شعب فلسطين. طيب كامب ديفيد هو اللي احتل ارض لبنان بجيش علوي سوري. كامب ديفيد هو اللي عامل المذابح في لبنان. كامب ديفيد هو اللي خد القرار للعراق عشان تهجم على ايران. كامب ديفيد هي اللي خدت القرار للقذافي عشان يتدخل في تشاد. ما كل واحد بيرمي اول ما يتزنق في حاجه يروح مباصيها ويقول كامب ديفيد. لا احنا في كامب ديفيد ده بندعي للسلام، واللي يدعي للسلام ما يعملش برك دم زي مدينة عزلاء. صوروا بقى زحلة دي زي اي مدينة عندنا في الدلتا، طنطا او حاجة، ويجي حافظ الاسد بالجيش السوري ومعدات اللي معمولة لقتال الجيوش يهجم على زحلة العزلاء اللي زي طنطا ويقطع المي ويقطع الاكل. في نساء، في اطفال، في عيانين، في شيوخ. الميه اتقطع، الاكل اتقطع، الدواء اتقطع. بالظبط عمليه بلطجي عنده قوه. بلطجي شايل معاه قوه واللي قدامه ما معاهمش قوه يقوم يخش. ادي الحكام العرب اللي بيعارضوا كامب ديفيد. ولما اقول انه ما اضاعش مصير الامه العربيه، ما سيبوش ولا مصير مصر في ايدين حكام من دول، يستغربوا. لانه طبعا مانيش عايز في يوم من الايام طنطا عندي ولا مدينه 15 مايو تحاصرها الدبابات، ولا زي الولد اللي على حدودنا في ليبيا اللي حقيقه بقى شيء امام العالم جميعا بنأسف له. لا اضع لا مصير مصر ولا مصير الامه العربيه في ايدي هؤلاء الاطفال والمراهقين من امثالهم ابدا. وكامب ديفيد تدعو للسلام، بتدعو لحقوق شعب فلسطين، بتدعو لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، بتدعو بدل ما يكون الاحتلال الاسرائيلي بلا مدة زي ما هو الان، لا يبقى له اخر 5 سنين. وحتى ال5 سنين انتقال دول الفلسطينيين يحكموا نفسهم فيهم. هي دي كامب ديفيد. كامب ديفيد لا تدعو الى مجازر دماء ولا الى حصار زحلة ولا الى ضرب الفلسطينيين
في تل الزعتر، ولا الى مغامرات القذافي في تشاد ومع البوليزاريو وغيرها، ولا مع وكامب ديفيد لا تدعو للتمزق العربي. ده بالعكس، ده احنا بنقول لهم تعالوا كعرب ناخد موقف. آن الأوان من 6 سنوات واحنا بننبهكم، من 5 سنوات من خطبة عيد العمال في أول مايو 76 في السويس، واحنا بالنادي. تعالوا النهارده نسيب الحساسيات ونقف موقف عربي واحد. ليه؟ عشان ننقذ لبنان وننقذ سمعتنا كعرب. بقت في الحضيض، بقت في الطين من الزعماء دول. كامب ديفيد لا تدعو للغدر ولا تدعو لسفك الدماء، وإنما للسلام ولحقوق شعب فلسطين ولانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة. والله أنا هنا أمامكم أبنائي وبناتي وفي عيدكم بوجه هذا النداء للأمة العربية، إنه تعالوا ننسى أحقادنا وينسوا صغرهم وينسوا حساسيتهم وينسوا إن المال هو كل شيء البعض منهم، والبعض الآخر ينسى إنه القوة اللي معاه لا تساوي شيء، لأنه في قوة أقوى من هذا بكتير، خالق السماوات والأرض. بقول لهم جميعا نحن في حاجة إلى أن ننسى ونجلس لمرة واحدة بتجرد من أجل أمتنا العربية. إذا ما استطاعوش اللهم قد بلغت، واللهم فاشهد، أنا بلغت اللهم فاشهد. بعد ذلك بعتقد ان احنا لازم يا اولادي نيجي بقى بعد ذلك بعتقد ان احنا لازم يا اولادي نيجي بقى نيجي للختام يا اولاد. حقيقة في عيد العمال في كل سنة بيبقى زي ما قال سعد، عيد العمال في كل سنة زي ما قال سعد بيبقى نقطة تحول بالنسبة لتاريخ شعبنا كله. يعني من 10 سنوات، من 10 سنوات ما هو كان بدء معركة مراكز القوى، ثم معركة قفل المعتقلات نهائيا وقيام الدستور وسيادة القانون وكل ما جرى، كان بدءه هنا في عيد العمال يوم أول مايو سنة 71. النهارده ما كانش مقدر ليا اني اجي اقول الكلام اللي هقوله دلوقتي ده. ليه؟ ده انا عايز اقول لكم حاجه يا اولاد، كلكم سامعين، كلكم سمعتم انه قبل المعركه ب5 ايام في 5 رمضان جمعت مجلس الامن القومي وقلت لهم اقتصادنا تحت الصفر. فعلا تحت الصفر. يعني ايه؟ يعني ما كانش عندي اشتري القمح عشان رغيف العيش. ده الكلام ده 73.
يشاء الله سبحانه وتعالى